ندخل على البند رقم 2 هنحتاج إن شاء الله تعليق حضرتك عليه. السادة المشاهدين، إيه الواجب شرعا على الأمة بخصوص الوضع في مصر أو الحالة المصرية؟ وبأكد تاني على كلمة الواجب شرعا. إيه الواجب شرعا؟ لأن ده اللي بيوضحه البند 2. نشوف البند 2 بيقول إيه. بيقول يجب شرعا على الأمة حكاما وشعوبا مقاومة هذه المنظومة والعمل على كسرها والإجهاز عليها بالوسائل المشروعة كافة، حفاظا على ثوابت الأمة وحرصا على المقاصد العليا للإسلام. دكتور جمال، تعليق حضرتك على البند الثاني؟ أولا نتحدث عن كلمة المنظومة، نتحدث عن حكومة، نتحدث عن دولة، نتحدث عن حاكم متغلب، نتحدث عن منظومة بمعنى مجموعة من البلطجية أو المحاربين أو شيء من هذا القبيل. هؤلاء ليسوا مصر. لا نتحدث عن دولة، ما حدش يقول لي إحنا الدولة، أنت إزاي بتتكلم عن الدولة؟ مش دول هم الدولة، دي مجموعة قاتلة مجرمة. فبالتالي بنقول نخاطب كل الحكومات الحرة وكل الشعوب والشعب المصري بصفة خاصة أن يخلص مصر، لا يخلص حزب ولا تيار، أن يخلص مصر من تلك المنظومة وتعود مصر إلى المصريين. وبالتالي هذا الواجب الشرعي أن يقوم به الأفراد وتقوم به الحكومات. هذه فتوى العلماء في هذا. أنا يهمني كلمة الأفراد، حضرتك بتؤكد على كلمة الأفراد، إذا ده واجب على الأفراد. كل مسلم على حسب إمكاناته وطاقاته في دفع هذا المنكر. هذا مبني على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهذا منكر. يعني الاعتراض، يعني الاعتداء على العرض وعلى العقل وعلى كل هذه أمور منكر واضح. وبالتالي يجب على المسلمين أن يغيروا هذا المنكر. قال صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. هذا أضعف الإيمان. إذا سكت الناس عن المنكر دخل أو نزل البلاء بجميع الأمة. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. وهذا واجب الوقت الآن، وحماية الأمة كلها الآن. يجب على كل الأفراد في العالم أن يقوم كل واحد بدوره، وأن تقوم كذلك الحكومات. تمام.